إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، يسعدنا أن نرحب بكم عبر إذاعة إرنا الدولية في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 10 من أبريل عام 2024 الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. مقتل العشرات وجرح المئات من المدنيين في هجمات متفرقة للدعم السريع في ولاية الجزيرة ودارفور. الحوثيون يقولون أنهم شنوا هجمات متفرقة على سفن بريطانية وأمريكية وإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن. والحرس الوطني التونسي يعلن انتشال جثث 13 غرقى لمهاجرين غير شرعيين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت منظمات شعبية وطبية سودانية إن قوات الدعم السريع قامت بارتكاب 3 مجازر مطلع الأسبوع الحالي راح ضحيتها 68 قتيلا ومئات الجرحى في هجمات متفرقة بولايات الجزيرة وشمال دارفور وجنوب كردفان. ووفق ما ذكر موقع سودان تريبيون نقلا عن لجان المقاومة في مدينة الحصاحيصة، فإن قوات الدعم السريع هاجمت قرية أم عظام بولاية الجزيرة بقوة ضخمة تقدر بنحو 200 مقاتل، مستخدمين سيارات الدفع الرباعي ودراجات نارية، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المدنيين، مما أوقع أكثر من 20 قتيلا وجرح ما لا يقل عن 200 آخرين من سكان القرية الذين حاولوا الاستماتة في الدفاع عن أموالهم وأعراضهم، مؤكدة أن قوات الدعم السريع فرضت حصارا على القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ثم اجتاحتها ودخلت في مواجهات مباشرة مع الأهالي الذين رفضوا الخضوع وتسليم الأموال. وأشار البيان إلى صعوبة رصد العدد الكلي للضحايا بسبب تعذر الوصول إلى المرافق الصحية وسط إطلاق الرصاص وانقطاع خدمة الاتصالات وحالة الهلع والنزوح التي عاشها سكان القرية. وناشدت اللجنة المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه المجازر. وفي إقليم دارفور اتهمت حركة العدل والمساواة قوات الدعم السريع بقتل 20 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، معظمهم من الرعاة في قرى غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. من جهة أخرى، قالت هيئة كردفان الشعبية لنصرة الوطن إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في قرى محلية العباسية في ولاية جنوب كردفان الأحد. قالت جماعة أنصار الله الحوثي الأحد إنها شنت 5 عمليات عسكرية على سفن بريطانية وأمريكية وإسرائيلية قبالة سواحل اليمن في أحدث جولة من الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت الجماعة إنها استهدفت سفينة بريطانية وعددا من الفرقاطات الأمريكية في البحر الأحمر، وإنها شنت أيضا هجمات في بحر العرب والمحيط الهندي على سفينتين إسرائيليتين أثناء إبحارهما إلى موانئ فلسطين المحتلة. وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع يوم الأحد في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، قال إن القوات البحرية استهدفت سفينة هوب إيسلاند البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات مباشرة. وأضاف أن القوات البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، وأصيبتا بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة في عملية حققت أهدافها بنجاح. وجدد يحيى سريع التأكيد على أن القوات المسلحة
مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة. من جهة ثانية، قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه دمر أنظمة الدفاع الجوي لطائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في منطقة البحر الأحمر، وذلك دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأمريكية وسفن التحالف. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن قواتها دمرت منظومة دفاع جوي وصاروخين جاهزين للإطلاق ومحطة تحكم أرضية ومنظومة للطائرات المسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. أعلن الحرس الوطني التونسي يوم الأحد الماضي انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس التونسية. وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني عن اعتراض 2867 مهاجرا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإحباط 55 عملية اجتياز للحدود على متن قوارب. وقال صحيفة الشرق التونسية إن السلطات الأمنية في صفاقس أوقفت 14 شخصا متورطين في الوساطة وتهريب البشر، وصادرت 16 قاربا حديديا و47 محركا بحريا، كما كشفت عن ورشة عشوائية معدة لصنع القوارب البحرية المخصصة للهجرة غير النظامية. ومع استقرار المناخ في مثل هذه الأوقات تتصاعد موجات الهجرة من سواحل تونس إلى أوروبا عبر المتوسط. وكان العام 2023 شهد أعدادا قياسية لمهاجرين عبروا البحر المتوسط انطلاقا من سواحل تونس، ولقي أكثر من 1300 شخص منهم مصرعهم في البحر وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.